كل باسمه ومقامه. يتشرف معهد اللغة والأدب العربي بالمركز الجامعي مرسي عبد الله لتيبازا بعقد ندوة دكتورالية موجهة لطلبة الدكتوراه وطلبة الماستر 2 بعنوان مهم جدا يحمل أهمية قصوى للساحة العلمية والمتجددة. نحن في ندوة حول لسانية العصبية والذكاء الاصطناعي اللغوي. تحضر معنا في هذه الندوة دكتورة سعاد بزناسي من جامعة وهران واحد ومجموعة من الأساتذة من المركز الجامعي مرسي عبد الله لتيبازا. سيتحدثون حول هذا الموضوع وحول الذكاء الاصطناعي اللغوي وما وصل إليه هذا العلم الحديث الذي يحاكي الدماغ البشري. فهذا يعني أصبحت الآلة تحاكي الدماغ. هذا الإسقاط العلمي الذي يسقط يعني كيفية الترميز وتشفير الحروف واللغات من الدماغ إلى الجهاز العصبي إلى اللسان أو الكلام، وبالتالي يمكن تم إسقاطه في برامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي هي في تطور مزدهر ومتنوع جدا. أشكر بدءا الطاقم القائم على هذا المركز، مركز الجامعي بتيبازا، بدءا من مدير المركز والسيد مدير المعهد والسيد مدير المخبر كذلك وكل الأساتذة والطلبة على هذه الدعوة الكريمة. وسيكون موضوع تدخلي إن شاء الله حول ما له صلة باللسانيات التطبيقية وبعض القضايا المعاصرة في مجال اللسانيات التطبيقية، خاصة موضوعي اللسانيات العصبية والذكاء الاصطناعي. ربما لماذا هذا الاختيار؟ ذلك لأننا في عالم يتحدى التكنولوجيات الحديثة ويحاول أن يسايرها كذلك، يعني في تحديات، في مسايرة وفي آفاق استشرافية كذلك في الموضوع، خاصة ما له صلة باللسانيات العصبية والذكاء الاصطناعي. لماذا؟ لأن الذكاء الاصطناعي هو محاولة للتقرب، حتى لا نقول مطابقة العقل البشري، وإنما مشابهة أو مقاربة العمليات العصبية التي يقوم بها العقل البشري من أجل الإفادة منها في مجمل بحوثنا. وهذا ما إن شاء الله سنطرحه ضمن اللسانية العصبية، مواضيعها، إشكالاتها، وكذلك علاقتها بالذكاء الاصطناعي وبعض الرؤى الاستشرافية في هذا الموضوع بحول الله تعالى. وبدورنا كمدير دار الذكاء الاصطناعي نتشرف بمرافقة هذه الندوة وإعطاء المعلومات اللازمة حول دور الذكاء الاصطناعي في هذا الميدان وفي هذا المجال اللغوي. كما لا يخفى أن دور اللغة في الذكاء الاصطناعي هو دور مهم، لأن أول مهمة لأدوات الذكاء الاصطناعي هو معرفة اللغة ومعالجتها. فدور الذكاء الاصطناعي في هذا الميدان واضح جدا ولا يخفى على أي أحد.